ازاي تتعلم لغة جديدة في 6 شهور بس بأسلوب الجواسيس. لسه مخلص وثائقي جامد عن تدريب عملاء CIA واكتشفت حاجة قلبت لي تفكيري تمام. الجواسيس مش بيحفظوا كلمات ولا بيذاكروا جرام، ولكن بيشتغلوا على حاجة اسمها الطلاقة التشغيلية، بمعنى انك تستخدم اللغة في المواقف اليومية بسرعة وبثقة ومن غير ما تفكر في كل كلمة. والهدف انك تتكلم بجمل جاهزة تطلع منك تلقائي زي ما بتتكلم بالعربي كده، من غير ما تركب الجمل ولا الترجمة. طيب بيتعلموا ازاي؟ بيبدأوا بأكتر الكلمات اللي هيستخدموها، بعدين بيتعلموا الكلمات دي جوه جمل جاهزة وبيقعدوا يكرروا الجمل دي يوميا، مش بيقعدوا يذاكروها، لا بيستخدموها. وده اللي فعلا لقيته في كتاب أهم 5000 جملة في اللغة الإنجليزية، متقسم متسجل بصوت نيتيف. والجميل بقى ان في قسم كامل للبيزنس انجلش، وده غير الهدايا اللي مع الكتاب. اهم حاجه هي الخطه، وهنا هتلاقي خطه كامله بالايام وهتبقى معاك خطوه خطوه لحد ما تتفاجئ بنفسك حرفيا. ده غير كمان ان في كورس للمحادثات والنطق ومتقسم وجاهز تمشي عليه. كتيب ازاي تتعلم انجليزي زي ما اتعلمت العربي، ده شرح لفكره اهميه حفظ الجمل كامله بدل من الكلمات المنفرده. كتيب داخل عقل متعدد اللغات، هتعرف فيه اساليب الناس اللي نجحت تتكلم اكتر من 10 لغات. كتيب اهم 645 كلمه، الكلمات دي لازم تبقى حافظها زي اسمك حرفيا لانها بتمثل 50% من اي محادثه. كتيب ازاي تتكلم زي الاطفال، فكرته انك تسال نفسك سؤال بسيط: هو الطفل الاجنبي يتعلم انجليزي ازاي؟ وانترفيو بلا اخطاء، وده عشان ما تشيلش هم الانترفيوهات الانجليزي وتتقبل بسهوله. واخيرا كتيب ذاكره ضد النسيان، واللي مستحيل تنسى اي حاجه بعد ما تقراه. وكمان في كذا كتيب هيساعدوك كتير في رحلتك. ولو عملت أي كومنت هبعت لك لينك الكتاب في رسالة. سلام.